ناشکی و دانایی فوق زمان کس نبی کردن بریم کس نبی کردن بریم کرد جنده بی جنده بی قطاجبی آلا کردن جنده بی قطاجبی آلا کردن هم خوردن رنگ کور و شورشی سردکن کنادیان مدارشان سردکن کنادیان مدارشان کس نبی کردن بریم کس نبی کردن بریم کرد جنده بی جنده بی قطاجبی آلا کردن جنده بی قطاجبی آلا کردن هم خوردن مریا و کی مصرفین دیمان و قادیمان هر اجتماع دیمان و قادیمان کرد و کردستان کس نبی کردن بریم کس نبی کردن بریم کرد جنده بی جنده بی قطاجبی آلا کردن جنده بی قطاجبی آلا کردن لاغی کرد را گوی سرفی و شیران بابقی نشید بکن تاجی جیهان بابقی نشید بکن تاجی جیهان کس نبی کردن بریم کس نبی کردن بریم کرد جنده بی جنده بی قطاجبی آلا کردن جنده بی قطاجبی آلا کردن خوردنون تر حاضر و آمادنه جان فدانه جان فدا هر جان فدا جان فدانه جان فدا هر جان فدا مساء الخير ومرحبا بكم مشاهدي طيف تي في الأكارم، وكل عام وأنتم وجميع أبناء شعبنا الكردستاني والسوري بألف خير وسلام والأمان بعودة الاستقرار والسلم لبلدنا وكل أرجاء المعمورة. في حلقة هذه الليلة من برنامجكم حواراتنا سنناقش موضوعا هاما جدا يا أحبائي الأفاضل، وهو الإعلام وبناء سوريا المنشودة شعبا وأرضا، حيث تعلمون بأن الصحافة والإعلام أصبح ركنا أساسيا وهاما في حياة المجتمع البشري الذي يحتاج لكل أدواته وفنونه الإبداعية للسير به نحو الحالة الإنسانية أو الحياة الإنسانية التي ببلوغنا لأدنى قيمها ومبادئها الأخلاقية نكون قد خطينا في أولى دروب الحياة السليمة والنبيلة التي خلقنا الله لنحياها وكرسها كافة الشرائع والقوانين الوضعية، والتي كلها تتوضح وتدرك من خلال الصحافة والإعلام، ونصفها كالملح لدخولها في كافة مناحي حياتنا الصغيرة قبل الكبيرة، إذا استخدم بشقها البنائي وليس التدميري كالذي يستغل من قبل كل طغاة العالم، ومنها طاغية دمشق الذي قال وفعل إما الأسد أو نحرق البلد. وآن الأوان يا أعزائي الكرام بأن نحرقه وكل من يسانده عبر الكلمة الحرة التي بها وحدها تبنى مقومات الحياة الحرة الكريمة المنشودة لبلدنا. وسنناقشها مع ضيفينا الكريمين الإعلامي الأستاذ أيمن عبد النور، وهو إصلاحي رائد ومدير منصة كلنا شركاء الإعلامية منذ عام 2003 من داخل سوريا، كما إنه يعمل كمستشار للعديد من منظمات متعددة من المنظمات متعددة الجنسيات مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي التي تتعامل مع المجتمع المدني والتنمية الاقتصادية في سوريا، حيث تدرب كمهندس وخبير اقتصادي. يكتب مقالات بأهم وسائل الإعلام الدولية مثل مجلة الفورين أفيرز وواشنطن بوست وغيرها، ويتابعه 1.5 مليون شخص عبر رسالة إلى السوريين. أستاذ أيمن عبد النور، مهما حكينا عن أيمن عبد النور فهو كبير. أهلا وسهلا بك، نورتنا في برنامج حواراتنا على طيف تي في، قناة الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكرد. شكرا أستاذ سليمان.
وانتم بخير، كل السوريين بكل مكوناتهم وبكل اثنياتهم واعراقهم. هذا عيد للجميع، نتمنى ان يكون عيد حقيقي. يعني العيد الحقيقي وقت اللي الناس ترجع لبيوتها، لمنازلها، لقراها، للمدن اللي هي فيها قبل ما تتهجر، وتعود لعملها اللي كانت فيه، تقدر تعيل عائلاتها. فيعني ان شاء الله يعني الجميع بيرجع سالم غانم، وتتحقق الامال للكل يعني خلال العيد المقبل اذا الله راد. شكرا لك. امين امين، ونتشرف بك استاذ ايمن. كما نرحب مشاهدينا الكرام باسمكم جميعا بالاستاذ جلال كاساني، وهو من مواليد قامشلو عام 1968، يحمل الاجازه في الحقوق ويكتب الشعر منذ عام 1992 باللغتين العربيه والكرديه، وكذلك المقالات السياسيه والادبيه في العديد من المجلات والصحف العربيه والكرديه. وهو عضو الهيئة الإدارية لاتحاد كتاب الكرد في سوريا، وقدم عدة برامج إذاعية وتلفزيونية كمحرر ومقدم في قناتي روناهي وراديو 1 اس ام، وحاليا له برنامج في تلفزيون روج آفا بعنوان روش وكير. أهلا وسهلا الأستاذ جولان. يبدو أنه تأخر لضعف النت عنده، لريثما يعود مرة ثانية. نرحب بك يا أستاذ أيمن عبد النور. خلينا نبدأ بحقيقة. بدأ العصر الظلام السوري منذ أيام الوحدة مع مصر عبد الناصر، وثم تكرست بأبشع صورها في الحقبة البعثية الشوفينية، وتحديدا في عهدي الأسد الأب والابن، حيث فسد البشر والحجر في بلدنا وبكل الأنواع أو الأدوات، ومنها الإعلام الذي يحتم عليه قول الحقيقة وإظهارها. ولكن إعلامنا السوري كان بعكس رسالته وأهدافه. لماذا أستاذ أيمن عبد النور وأنت إعلامي مشهور قبل أن تكون مهندسا؟ نعم، يعني الإعلام قديم، يعني مع الإنسان، يعني وجد مع الإنسان الأول لأنه بده ينقل رسالته، فهذا إعلام. يعني حتى في نقاشات بيقولوا الأنبياء هن الإعلاميين تبع رب العالمين، لأنه عم ينقلوا ويوضحوا الرسالة ويشرحوها وينقلوها للناس. حتى المسحر بالليل هذا مهمته، الوسيلة اللي عم يستخدمها هي الطبل والصوت. فتطور هذا الأمر وصولا إلى الآن، صارت وسائل التواصل الاجتماعي، صار عبر الصوت بالكلاب هاوس، صار بكم كلمة على تويتر، في إذا تعددت عبر فيديو صغير في تيك توك، فتعددت وسائل حمل الرسالة. فالأنظمة الدكتاتورية من مصلحتها كي تبقى وتسيطر على المجتمع لازم تكون المعلومات التي بالتداول في المجتمع مسيطر عليها، مدروسة بعناية، وتخدم بقائه وسلطته والخوف منه من النظام كي يحكم بالخوف، كما سوريا الآن معروفة وتوصف بمملكة الخوف. فضمن هذه المعطيات يعني عملية إدارة الإعلام هي إدارة أمنية بامتياز، لأنه هي جزء من مثبتات وركائز وجود وبقاء واستمرار النظام الديمقراطي، النظام الدكتاتوري الشوفيني العسكري اللي بيمارس سلطة القمع على شعبه وناسه. فكانت الإعلام في سوريا كاملا مملوك من الدولة، ما كان في إعلام خاص أصلا لحديت في الفترات الأخيرة بعد تقريبا بال2002-2003، بعد تحت شعار أنه يكون في هناك إصلاح في سوريا اللي حمله على أساس بشار الأسد بعد ما أجى بال2000. لكن تم فقط المحافظة على الاسم أنه إعلام خاص، لكن حقيقة المالك هو نفس العائلة الحاكمة ونفس الأسر اللي بتملك الاقتصاد وتابعة للنظام السوري، هي نفسها من يملك وسائل الإعلام التي سميت خاصة من أجل القول أن هناك إعلام خاص. فترى أحيانا كثيرة الإعلام الحكومي أو الإعلام التابع لأحزاب، وخاصة أحزاب الجبهة، عنده هامش في المناورة والانتقاد، وخاصة في يعني مثل ما ذكرت أعلام حزب الجبهة وحزب البعث، أعلام حزب خلينا نحكي عن الحزب الشيوعي، عنده انتقادات في القطاع الاقتصادي ومطالبات لأوضاع الطبقة العاملة أكثر من مطالبات حزب البعث، وأكثر من مطالبات مثلا صحيفة الثورة وصحيفة تشرين مملوكة من الحكومة اللي هي جزء من النظام السوري. فبينما إعلام القطاع الخاص
أكثر ملكية من الملك نفسه. ففي مشكلة حقيقة. هذه الكذبة ما انطلت على حدا. لاحقا تم إعطاء بعض الرخص من أجل التلفزيونات من أجل جذب الجمهور، ولا يذهب إلى ما وصفوه بأنه إعلام أو تلفزيونات يعني معادية للنظام السوري، وتنقل وجهة النظر الشعب السوري، فبما فيها صنفوا حتى وسائل إعلام دولية، يعني من BBC ودوتشي فيلا ثم لاحقا تم القبول بهم واعتبروهم أنهم أصدقاء للنظام السوري بعد ما غيروا خطابهم. نرجع بس لتركيزنا لقضية الإعلام الخاص. حقيقة الإعلام الخاص والإعلام الحكومي لا يعبر عن الطاقات والإنجازات التي يمكن أن يصل إليها حقيقة الشعب السوري من إبداع. الشعب السوري مبدع، لديه إمكانيات أنه يعمل برامج. الصحفيين والإعلاميين السوريين بتلاقيهم مبدعين في وسائل الإعلام الدولية، من أكثر الناس مبدعين في الكرياتيفيتي بالإبداع والجرافيك ديزاين والتصميم، ومبدعين حقيقة. ما بينعطوا فرصة، دائما إما مراقبين أو مأمورين من قبل مدراء أمنيين موجودين في مبنى الإذاعة والتلفزيون، في مبنى الراديو، في الصحف، وبالتالي عبارة انتقلوا إلى يعني منفذين بدل أن يتركوا العنان، لأنه الإعلام بده سقف مفتوح. لذلك ترى في الجيران عند لبنان سقف الانتقادات، سقف الحرية المرونة، سقف البرامج مختلف وأعلى بكثير جدا من الإعلام الخاص والحكومي في سوريا. ولكن سقف الفكر الإعلامي، الفكر الثقافي عند الإعلاميين كان ضعيفا جدا. يعني خلينا نكون واقعيين، كلنا وأنا أحدهم خضعنا بربيع دمشق حينما أعلنا عنه وضحك علينا بشار الأسد بالإصلاح وكذا وعبارات ظنانة مماثلة يعني. وبعد كم شهر الكل كانوا في السجون وتحت التعذيب. خلينا نعترف انه الفكر الاعلامي عندنا كان ضعيفا ايضا، يعني كان عاما او خاصا. نعم، خلينا نقول بان الفكر الاعلامي اللي تستطيع ان تمارسه داخل سوريا، وبالتالي انت ما انك قادر تحقق طموحاتك ولا فكرك. اثنين، ما ننسى انه هن اما دارسين في كلية الإعلام في سوريا أو ما دارسين إعلام نهائيا، وجايبينهم إما الأجهزة الأمنية أو قرابات أو بالواسطة أو من أجل أن يكونوا رقباء على آخرين، وبالتالي لا يستطيعوا أن يعبروا حقيقة عن آرائهم. وهدول اللي بيترقوا وبينعطوا المناصب في كل المؤسسات الإعلامية التابعة للحكومة السورية، وهن بيصبحوا بقى مدراء على الجيل الجديد من الصحفيين والإعلاميين اللي رايدين مثلا بيجوا لسه ما تدجنوا، اللي بيجوا فريش تازة عندهم فكر رايدين يحكوا فيه، لكن بيشوفوا ان المدير بيمنعه، بيبعث المقال ما بينشر، بيبعثه مدير التحرير بيرجع له اياه بيشطب له نصه، بيجي فوقه رئيس التحرير بيشطب له اياه، بيشوف انه الاخرين اللي عم بيكتبوا كيف ما كانوا عم بيمالئوا النظام، عم بيمالئوا الحكومه، عم بيكتبوا حكي فاضي بالمقالات او بالتقارير او بالفيتشرز اللي بيعملوها او باللقاءات، بيسالوا اسئله سخيفه، هدول اللي عم بياخذوا جوائز، هدول اللي عم بياخذوا مكافآت ماليه اكبر، هدول اللي تنفرز له السياره، هدول اللي بياخذوا اجازات اكثر، هدول اللي بيطلعوا بالمهمات، هدول اللي بيطلعوا بمثلا سافر رئيس الجمهوريه الى دول اخرى، هدول اللي بيطلعوا بالوفد الاعلامي. بينما الناس اللي عم تشتغل، الناس اللي بتعمل انتقادات، الناس اللي بتحكي عن الفساد، هي اللي تحارب، اللي تبعد، اللي ما بتترقى، واللي ما بتاخذ مكافآت. فهي رساله واضحه لك انه انت تغير. فبتلاقي هو لحاله بلش يحط رقيبه من داخله، صار الشرطي موجود داخل رأسه، صار هو يراقب نفسه أكثر من مدير التحرير للأسف، وبالتالي يصبح إعلامي مدجن وقتها ببلشوا يراقبوا. وتأكيدا لكلامك، كان لا يقبل في كلية الإعلام من كان غير عضو عامل بحزب البعث، يعني عضو عامل وأيضا موافقة من شعبة المخابرات يعني، والكردي خالص ما كان يقبل نهائيا يعني. نعم، هي معلومة بتعرفها أستاذ أيمن؟ هلا في نسبة العالية هي من الشرائح اللي ذكرتها، لكن بتصور في نسبة صغيرة بتنفذ، يعني ما بعرف قديش نسبتها اللي بينفذوا انه ما يكونوا من الشرائح هدول، لكن بالنهاية بدهم يصطدموا بالجدار بالواقع. مهما حاولوا غيروا فبينعزلوا، ما بيتم تعيينهم ولا بيترقوا بالمناصب، فهن لحالهم بيصيروا لسه حتى أسوأ من الآخرين. هي طريقة تدجين الإعلاميين في سوريا للأسف.
أستاذ أيمن، أنت ذكرت الجبهة الوطنية التقدمية، وكلنا نعرف أن الغاية من تأسيس الجبهة الوطنية التقدمية كان لهدف تكريس حكم الأسد وإقصاء الكرد من الحياة السياسية ووأدهم إن أمكن. فلماذا لم يتطرق الإعلاميون لذلك الموضوع المدمر لكل مقومات الحياة المشتركة بين المكونات السورية؟ نعم، الحقيقة النظام هدفه الأول أن يبقى على الكرسي. وقت اللي بيكون هدفك تبقى على الكرسي بالسلطة المطلقة الكاملة بدون أي منازع، بدون ما حدا له رأي في كل الهرم الحكومي العسكري القضائي ومجلس الشعب، عبارة كله عن منفذين ليس لهم أي وزن. لذلك أي شخص يتحدى أو يقف في وجه هذه الطموحات وهذه السلطة فهو هدف مشروع للنظام ويخضع للقمع، بغض النظر عن اسمه وعرقيته وإثنيته ودينه وطائفته ومذهبه. يعني من ضمن العلويين انت بتتصور مثلا لو انه هن تحدوا ورادوا يعملوا انقلاب بيتركون لانهم هن علويين؟ طبعا لا، بالعكس، كانوا يقمعوا اكثر من غيرهم، اشد، وبياخذوا عقوبات السجن دبل. يعني مثل الدكتور عارف دليلة هو الوحيد اللي صدر عليه الحكم 10 سنين، بينما بقيه معتقلي ربيع دمشق من كمال لبواني والاستاذ ميشيل كيلو والاخرين كلهم نصف ورياض سيف والكل كانوا 5 سنين. واذا كانوا هذوليك 2.5 فالعلوي بياخذ 5 سنين. فاذا العامل في التقييم هو هل انت تتحدى السلطه وتعمل ضدها وتحاول ان تكشف عيوبها وتحاول ان تسلط الضوء على نقاط ضعفها، بغض النظر كنت مسيحي، كنت اسماعيلي، كنت درزي، والسجون مليئه فلسطيني، حتى لو كنت فلسطيني سوري. وهو يتشدق الآن أنه في محور المقاومة والممانعة، وصور قيصر تشهد بأن عدد من الذين تم تعذيبهم في السجون النظام السوري وبالتالي توفوا واستشهدوا من التعذيب هم من الفلسطينيين السوريين. لذلك أستاذ أيمن في نقطة، يعني النظام وحتى المعارضات يعتبرون الكرد الأقلية طبعا، ورغم ذلك كانوا في السجون هم الأكثرية، يعني في كل السجون السورية، من فرع فلسطين إلى درعا إلى قاميشلو إلى ديري، كان كل السجون في حلب مليانة. النسبة العظمى من السجناء الرأي والضحايا كانوا من الكرد ورغم أنهم الأقلية. نعم، شوف كيف لماذا الإعلام لم يكرس هذه الحقيقة؟ يعني نعم، شوف النظام كيف بيلعبها دائما وبشكل دائم، يعمل على تفريق مكونات المجتمع السوري وخلق بؤر توتر من أجل أن تصطدم مع بعض ويكون هو الحكم والمرجع في المصالحة، وبالتالي يكون هو الكبير والآخرون هم الخاسرون. هذا هو المبدأ. لذلك هو كان عنده 3 نقاط يعمل عليها: إما مشاكل بين مكونات إثنية، عرقية، دينية، طائفية، مذهبية، مناطقية، كان يخلق مشاكل بين القرى، بين مدينة كذا ومدينة كذا، بين محافظة كذا ومحافظة كذا، بين عشيرة كذا وعشيرة كذا، هو بيخلقها. إما يعتمد على إشكالات وصدامات تاريخية، أو على صدامات تاريخية انتهت فهو يعيد إذكاؤها وإخراجها إلى السطح، أو هو ينشئها ويخلقها إذا لم تكن موجودة. لذلك هو يعمل على تفريق وضرب كل مكونات المجتمع في سوريا كاملة كي يكون هو الأقوى، ثم ضمن كل مكون يجعل أجزاء منه تابعة له فيقويها. فنرى عدد من رؤساء أحزاب الجبهة الوطنية التقدمية هم من أهلنا الأكراد، وفي كل حكومة سورية كان يحرص أن يكون هناك كردي وهو وزير دولة فقط، من يأخذه من حزب الجبهة أو من الأحزاب الشيوعية، ودائما يحرص أن يكون في مجلس الشعب أيضا عدد من أهلنا الأكراد. فهذا التكتيك كي يسحب منك ورقة أن يقول أن الأكراد غير ممثلين، أو أن المسيحيين غير ممثلين، أو أن العلويين والإسماعيليين غير ممثلين. لا تستطيع، لأنه عندما يضع خارطة التعيينات يعمل على أن يضرب تلك الأمر ويأتي إلى كل مكون ويضع أجزاء منه المرتبطة عضويا بالنظام، ويحرص أن يكون هناك أعضاء في كل الأماكن كي يقول لك ليكو
هي فلان بدك تصير انت وزير، انت كردي تصير وزير، اهلا وسهلا فيك، في طريقه بتصير، لكن بيكون ولاءك لنا، تبتعد عن اهلك الاكراد، تبتعد الحكي عن القضيه الكرديه، تبتعد عن تمثيل اي هم كردي عام، عن تمثيل منطقتك او مدينتك او قريتك، تصبح تابع للامن السوري. وقتها نحن بنحطك عضو مجلس الشعب. يعني تجريده من حالته الانسانيه، تجريده من حالته الانسانيه يعني. خلاص بيصبح تابع. اذا واحد جرد من الانتماء فما عاد شو يبقى له يعني. نعم، هذا للاسف الشديد. كلامك دقيق. اصلا لو ما كان هيك اخي سليمان، هل تتوقع يا اخي الناس بكيت في عالم بدول العالم ما بتعرف سوريا وين، شافت الصور والفيديوهات صارت تبكي وتعاطفت وتضامنت، واهلك السوريين اللي جنبك على بعد كم كيلو متر من المكان اللي يضرب ويذبح ويتم قتلهم وتعذيبهم وتشريدهم، ما في اجزاء منهم مجرده من انسانيتها مثل ما انت ذكرت ما تضامنوا معك، هدول بتسميهم انسان ولا مجردين من انسانيتهم؟ واكبر مشهد كان يوم امس حينما المستوطنون في عفرين، المستوطنون العرب في عفرين وسريكاني وقريس بيت الابيض وراس العين تضامنوا او نددوا بالاستيطان في فلسطين. صور المستوطن هون مستوطن ويندد بالاستيطان الصهيوني في اسرائيل يعني. صور من المفارقات العجيبه يعني عندنا بسوريا اللي كانوا عم بيدعوا المحور المقاومه والممانعه، بتلاحظ في دمشق ما نزلت تظاهره، في طهران والحرس الثوري الإيراني ما عمل مظاهرة أو نزل بيانات. يعني في حقيقة مفارقات. بالضاحية الجنوبية في لبنان حزب الله ما نزلوا مظاهرات. ففي قصة من التناقضات في كل المنطقة، يعني حقيقة عصية على الفهم بالنسبة للمشاهد الخارجي. نحن شعوب هذه المنطقة بالنهاية بدنا نعيش مع بعض، بده يكون في عمل وعيش مشترك. الحياة ما ممكن تنبنى كل كتلة، كل مكون، كل طائفة، كل إثنية، كل مذهب، كل دين لحاله، ما بتزبط. فبده يكون في عيش مشترك، عمل، ولكن بالتآخي بالإنساني، مو يعني كما ما يسمى بالجيش الوطني اللي هن مرتزقة أردوغان وجايبين كل عائلاتهم استوطنوا في عفرين. الآن تعرف في عفرين تقريبا نسبة الكرد لم يبقى غير 20%، بينما كانت 100% كردية عفرين كاملة يعني. خلينا نكون واقعيين. وكذلك الأمر بالنسبة لرأس العين وثل الأبيض. يعني ثل الأبيض كان في نسبة، بس هلا حاليا تحديدا عفرين يعني كانت خالص 100% كردية، الآن لم يبقى 20%. وهؤلاء المستوطنين ينددون بالاستيطان في فلسطين كما يقولون يعني. فأستاذ أيمن، يعني هل ما يجري في غزة اليوم هو صراع حقيقي بين إيران وإسرائيل، الدولتان الحاميتان الأساسيتان للعصابة الأسدية في سوريا؟ حقيقة أنا ما في قضية يعني ترتيب أو الأولويات تأتي في الأولى هي القدس الشرقية. الحي الشيخ جراح بيعطي مؤشر مختلف عن الانتفاضة الفلسطينية الأولى بال 87 والثانية مثلا بال2000. الآن الوضع مختلف، أولا بعدد نقاط والصدام والانتفاضة المنتشرة أفقيا وجغرافيا على كامل المساحة الفلسطينية، من غزة، من مناطق السلطة الفلسطينية، من منطقة اللد اللي بتبعد فقط كيلومترات عن تل أبيب ومطار بن غوريون، وبالتالي علقت الرحلات الجوية للطيران، وإلى القدس الشرقية وباحات المسجد الأقصى الشريف. فإذا الامتداد الأفقي كبير. اثنين، الشرائح اللي عم بتشارك شرائح مختلفة وجديدة لم تكن تشارك في الانتفاضات السابقة، منها شرائح للشباب الذي في الداخل الفلسطيني وداخل منطقة العرب 48. ثلاثة، الأسلحة التي استخدمت وكثافتها وكثرتها
أكثر من الانتفاضة الثانية بعد انتفاضة الحجارة الأولى. لذلك الوضع مختلف، أدى إلى فقد السيطرة في منطقة اللد، أدى إلى اجتماع للمجلس الوزاري في إسرائيل، وبالتالي تعطيل الطيران، طلب شرطة السير أن تنضم إلى الشرطة رغم أنها غير مختصة من أجل قمع الانتفاضة. الوضع الآن في كل إسرائيل أجهزة الإنذار أحمر، بمعنى أنها كلها إسرائيل الآن حمراء تحت الإنذار، بينما كانت في كل الانتفاضات السابقة البؤر الأحمر الإنذار كبيرة، لكن لم تكن على كامل المساحة الجغرافية. ففي شيء حقيقة يجب الانتباه له. البعد الدولي في وسائل التواصل الاجتماعي في كل دول العالم الآن، الهاشتاجات عم تتصدر يعني المواقع الأولى، وصلت للمرتبة الثانية في عالميا. فري بالستاين، سيف بالستاين، إسرائيلي تيروريست، هالقضايا يعني في أماكن حتى في الولايات المتحدة في وسائل التواصل الاجتماعي عند الشباب في أمريكا اللي ما بيعرفوا أصلا وين فلسطين. ففي شيء حقيقة جديد، مؤشر جديد. لكن إذا أنت رغبت في كثير من الأبحاث، المقالات الآن نزلت عم بتقول إنه الحماس وبعض القوى ترغب في الركوب على انتفاضة أهلنا وناسنا في القدس، وبالتالي حرف الأنظار عن ما يجري في القدس إلى ما يجري في غزة. فما بقى حدا يحكي عن الانتفاضات الشعب والعرب ال 48 وداخل المنطقة القدس الشرقية وباحات مسجد الأقصى، صاروا يحكوا شو عملت غزة وحماس وإيران. حرف الأنظار، استغلالها، ركوب محور المقاومة على تلك الانتفاضة، وبالتالي إبراز أنه إيران والنظام السوري وحزب الله وهذا الثلاثي أنه هو أيضا عم بيساعد ويدعم، وبالتالي تغيير معادلة الصراع اللي يجري وصورته. بحقيقة بدنا نشوفها الكم يوم. بتوقع يصير في إجراءات دولية، وأمريكا يصير في يعني ضغط. أيمن ما بيدخل في حرف الأنظار إلى موضوع الأسد، وخاصة الانتخابات، مسرحية الانتخابات جارية، أنه يعني لفت نظر العالم إلى وضع موضوع آخر، يعني في سبيل إفتاح المجال للأسد بتمرير هذه الانتخابات بشكل له سليم. مصلحة، نظام الأسد له مصلحة في حرف الأنظار. مش نظام الأسد، الإدارة الأمريكية، الدول، روسيا، هذول المتحكمين بالقرار السوري مو موافقين على الموضوع هذا، مو متفقين، مو شركاء ضمنيا. يعني انه روسيا لها مصلحه انه يصير ما يجري الان في فلسطين تماما، لها يد يعني. هلا شوف كيف عبر ايران، كما كانت الثوره السوريه انطلقت ثوره حريه وكرامه، والشباب مؤمن باللا عنف، الشباب واعي، الشباب طموح، انتشرت في كل مناطق سوريا التآخي وكل مكونات شاركت فيه يدا بيد. بعد ذلك تقفز قوى سياسية ودول إقليمية من أجل الركوب على ما يجري وحرفه وتجهيره لمصالحها، سواء الحزبية الضيقة أو مصالح تلك الدول، وليس مصالح الشعب السوري الذي خرج هو بالثورة الأولى. نفس الأمر الآن يخشى أن يتكرر فيما يجري في فلسطين. أولئك الناس الشباب الذين انتفضوا في القدس الشرقية تضامن معهم كثير من الناس والشباب في مناطق أخرى، لكن بعد ذلك بدأت الأحزاب التقليدية المترسخة في محاولة استغلال ذلك الأمر والركوب عليه، والدول الإقليمية والدول الكبرى. ومن هنا يمكن أن نقول أن أول الراكبين أو القافزين من أجل الوضع اسم في التداول اللي هن الثلاثي الحزب الله والنظام السوري وإيران. روسيا إلى أيضا مصلحة في ضعم حليفة اللي هو النظام السوري،
إلى مصلحة في إضعاف أو خلخلة الأمن في إسرائيل، من أجل أن تقفز هي وتقول أنا ممكن أقدم مساعدات لحليفتها اللي عندها علاقات ممتازة. ونتنياهو أصلا اتصل ب10 الشهر هلا من كم يوم مع الرئيس بوتين، وأبلغوا بعملية القصف اللي صارت على بعد 3 كيلومتر من الرادار الروسي على الساحل السوري. فيعني التنسيق الإسرائيلي الروسي مستمر، لكن لها مصلحة أنه يكون لها يد عليا روسيا في السيطرة، يعني في التدخل وكسب بعض الأوراق ممكن. تمام. أستاذ أيمن، أنت لك علاقات مع العائلة الأسدية أيام الدراسة، كنت مع باسل وبشار، وهناك من يقول أستاذ أيمن عبد النور كان مستشارا إعلاميا لبشار الأسد. أنا من خلال علاقتك فيهم، يعني ألم تنصحهم، تجد من نصحهم بأن يعودوا لصف الشعب إذا يريدون ديمومة حكمهم، إذا يريدون فعلا أن يكونوا حكاما؟ يعني ما نصحتوهم؟ يعني ما كيف؟ نعم حقيقة نعم صحيح، معك حق. أنا درست هندسة مدني، فكان معنا باسل، هو أكبر منا بسنتين، وفي الهندسة المدني. بشار كان في كلية الطب، تعرفت عليه بال83، يعني ما كان جاي رئيس نهائيا ولا بيحكي بالسياسة أبدا ولا يتدخل ولا عنده معلومات ولا فيك تطلب منه واسطة نهائيا، لأن الصورة كلها كانت الأنظار والضوء مركز على باسل الأسد. فيعني وبشار كان ولدا معتوها يعني بنظر عائلته قبل أن يكون بنظر السوريين. ما كان هو المرشح الأول كان باسل لحديت 21 يناير كانون الثاني 1994 صار حادث السيارة مع باسل، فعاد بشار وبدأ حادث مدبر طبعا. هناك من اتهم رفعت أسد بذلك أستاذ أيمن. ما عندي معلومات عن قضية أنه السيارة كانت مخربة وأدت إلى أن تتدهور، وبالتالي لا مش مخربة، مخططة من قبل أنصار رفعت، يعني صراع بين الأشقاء. يعني كيف بدهم يخططوا؟ ما صار في إطلاق رصاص، بده يكونوا مخربين السيارة أو قاطعين الفرام مثلا ممكن، أو عاملين تسارع السرعة كبير بشكل أنه ما تقدر توقفها ممكن، أما ما في رصاص، يعني ما في هجوم، ما في شيء على السيارة. فهذا الواقع. فبما الشخص اللي انت بتعرفه فبيصير بيسألك، هذا شيء طبيعي. اما انا لم اكن مثلا موظف اتقاضى راتب في اي مكان، سواء انا درست في الجامعة كوني الاول على كلية الهندسة المدني، وبالتالي عندنا خدمة الدولة 5 سنين اجباري، معروف عند الخدمة الإجبارية اللي هي 5 سنين، فدرست ال5 سنين في جامعة دمشق كلية الهندسة لطلاب السنة الثانية والثالثة. ونصحناه، عملنا عديد جدا جدا من الدراسات لتطوير سوريا في المستقبل، لوضع خطط تطويرية من عام 1999 لجنة الإدارة بالأهداف، لجنة ال18 اللي وضعت خطة رائعة جدا لكيف ممكن أن تكون سوريا عام 2010، لجنة ال35 تطوير القطاع العام الصناعي كيف ممكن يكون وإخراجه من كبوته وخسائره الهائلة. يعني دراسات لو تم تنفيذها حقيقة لما كان حصل ثورة في 2011، لأنه تحقق كل المتطلبات. يعني أنا أذكر في 2003 بعد سقوط بغداد من العدوان من الدخول الأمريكي إلى العراق في 1 مايو أيار 2003 عفوا بنيسان، فأنا ب1 أيار أطلقت موقع كلنا شركاء، لأني توقعت أنه لابد أن يحدث قريبا حراك ثورة في سوريا، لأنه بعد ما تواجدت القوات الأمريكية على الحدود الشرقية العراق، فإذا لازم يكون في نفس جديد، رياح الديمقراطية قادمة إلى المنطقة ولازم نستعد لها. وكانت الفكرة أنه يتم الإصلاح من داخل سوريا من قبل السوريين قبل أن يعني يفوت الوقت، وبالتالي تصبح ثورة قاتلة. تصور أنا هذا الحكي متوقعه من 1 أيار 2003 أستاذ سليمان. وأول ما عملت حددت نقط التوتر واتصلت مباشرة مع أهلي وأصدقائي، لأنه أنا دارس لحديت صف العاشر في مدرسة في ثانوية أبي ذر الغفاري في الحسكة، وبالتالي معارفي هن من كل المكونات وأهلنا في الحسكة. ورأسا اتصلت مع أهلنا الأكراد هنيك
ونظمنا ندوة. قلت لهم احكوا بكل صراحة ما هي مطالبكم كاملة لحتى نقدر ننشرها وندعمها ونضغط باتجاه تحقيقها في كلنا شركاء وبكل علاقاتنا لحتى نقدر ننهي بؤرة هذه التوتر ولا تستغل ولا تصبح قابلة للانفجار قريبا. ونظمنا الندوة في القامشلي وحضروها على الأقل 5 أحزاب كردية في ذلك الوقت. طبعا كل الأحزاب الكردية اللي كانت عددها 11 أو 12 غير مرخصة نظاميا لكن مسموح لها غض نظر. فاجتمعوا و يعني موجودين أحياء الآن الأساتذة اللي شاركوا في الندوة، وعملنا توصيات جدا 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 جميلة ونشرناها، طالبنا بتحقيقها وضغطنا فيها عدة مرات. فإذا الناس كانت تعرف ما ممكن يصير في سوريا. أيمن، مقصدي من السؤال كان يعني حينما نصحتهم أو وجدت من ينصحهم يعني كان قريبا منهم والآن في المعارضة، لماذا برأيك وأنت محاضر في كبريات الجامعات العالمية الأوروبية والأمريكية، لما يعني سيكولوجيا كيف كان استجابة بشار؟ نعم، لا لك الجواب هو ببساطة اللي اكتشفناه بعدين، وأنا خرجت من سوريا بآخر 2006 لهذه الأسباب. يعني أنا طالع من قبل الثورة بكثير لأنه عرفت أنه يعني سوريا مقبلة على دمار، مقبلة على ثورة من داخلها من شعبها اللي ما بقى يتحمل نتيجة الضغط، وبالتالي والنظام غير قابل للإصلاح من داخله وفق الرؤية اللي أنا كانت عندي في 1 أيار 2003، بسبب أنه كل الدراسات وكل ما ذكر وذكرناه أنا وعديد من الزملاء لرأس النظام كانت الجواب اللي رح جاوبك فيه أخي سليمان هو التالي: أنت إذا عندك تملك بيت، طبعا هو ورث البيت، هو ما اشترى البيت، فأنت فرق وقت اللي بتورث بيت مثلا قصر من أهلك غير وقت اللي أنت بتعاني لتجمع المصاري فرنك ورا فرنك وتجمعهم ليرة ورا ليرة وبعدها تشتري القصر. فبتشعر غير وقت اللي انت بتشتريه بمصرياتك وين اللي عم تورثه وانت غير مستحقه. لكن حتى لو انت ورثانه ترغب انه تكون الجنينه حلوه وفيها زهور وفيها بحره وفيها شلالات والوان حلوه للزهور، لكن هذا بسميه هو ترقيع وتجميل. لكن وقت اللي بتقدم له خطه تصفي مصلحه البلد لكن فيها خطر انه ممكن يخسر البيت، بيقول لك انا شو بدي فيها تنضرب البلد وتنضرب الشعب كله، انا البيت لا لي، ما بدي اخسر البيت، انا تضرب ما بدي اصلح الجنينه. فهو يرضى بما يصلح الجنينه ويجعلها زينه ويحط بحره في الجنينه، لكن لا يرضى في اي شيء يخل في امن الجنينه ويجعلها ممكن تعمل مشكله عليه او تخسر الجنينه او يخسر الجنينه. فهمتني اخي سليمان؟ واضحه. نعم. استاذ ايمن، بعد انطلاق الثورة 2011 كنا جميعا يعني كل المعارض الصامتة، الغالبية الصامتة والمعلنة واللي ما بين كان يقول اليوم وغدا ساقط بشار، وللأسف سقطت سوريا ولم يسقط بشار. حرق البلد، وفعلا كان الأسد أو نحرق البلد، حرق البلد ولم يحرق الأسد. برأيك كسياسي وكإعلامي لماذا ديمومة هذا النظام يوافق الأجندات الأوروبية والأمريكية تحديدا، يعني القوى الفعالة على الأرض السورية؟ نعم، لعدة عوامل. أولا موقع سوريا الجغرافي، يعني لو كانت مثلا هي الكونغو الوضع كان مختلف تماما. موقع سوريا الجغرافي خطر جدا، يعني نقطة وصل بين الخليج وتركيا وأوروبا، نقطة بين إيران والعراق والبحر المتوسط مياهه الدافئة، على حدود إسرائيل، منطقة يعني هامة جدا، منتصف العالم. فالفوضى أو وجود ناس قوى تحكمها جهادية أو متطرفة مرفوض دوليا في إجماع عالمي، ما بتزبط، ما بتصير، ما راح تصير ولا راح تصير هذا الأمر. هاي نقطة. النقطة الثانية علاقات وتشبيك النظام بعد 50 سنة من الحكم مع كل الدول
اللي لها نفوذ في هذه المنطقة محقق لهم مصالحهم وأجنداتهم. لم تطلق رصاصة على إسرائيل منذ عام 74. يعني حارس الأمين لإسرائيل صحيح، هو بشار الأسد. الحارس الأمين لإسرائيل حارس مصالح أمريكا، مصالح فرنسا. إذا حدا اختطف منهم في العراق أو من قبل إيرانيين أو من إيران أو من حزب الله في لبنان، مين كان الوسيط؟ الوسيط هو النظام السوري. لذلك كان هنا بيخطر ببالي سؤال، وأنا سألته للدكتور كمال لبواني وكم شخص جريئين وكانوا فعلا عندهم جرأة، ويقال أنه أستاذ أيمن عبد النور منهم، ممن زاروا إسرائيل. هل فعلا زرت إسرائيل؟ وإذا زرتها هل قلت لإسرائيل لماذا تريد الديمقراطية لشعبك وتجعل تحكم الدكتاتوريين على شعوبنا؟ حقيقة ما لنا مضطرين، يعني نحن نزور إسرائيل كلها على بعضها، يعني نحن نراها كثير صغيرة. الناس اللي بسوريا عندهم وهم انه هي شيء كثير كبير. نحن بنشوف كيف مندوب الايباك عم بيركض مع مندوبينا في الكونغرس ونحن بنفوت قبله. فالجاليه السوريه في امريكا صار في حديث نقاش انه انتم زايرين ما زايرين، ليش ما بتزوروا اسرائيل كجاليه رؤساء المنظمات، وانا احد يعني كرئيس منظمه سوريون مسيحيون من اجل السلام. طبعا هي منظمه غير طائفيه وليست مقتصرة فقط مسيحيين، لأنه الهدف منها أنه نقول أنه نسحب ورقة أنه النظام يدعم الأقليات، وبالتالي بنقول أنه في مسيحيين. تماما، هاي أحد أسئلتي، يعني كان بدي أسأل أنه هل فعلا بشار الأسد يعني حامي الأقليات؟ هاي أحد الأسئلة. طبعا لا، خليني أكمل لك بس الجواب. فالجالية السورية في أمريكا حقيقة عندنا أشخاص في الجالية يعني علاقاتهم من القوة تتجاوز ونستطيع أن نفتخر فيها ونرفع راسنا فيها وواصلة إلى أعلى المستويات في أمريكا. ما لنا بحاجة إسرائيل لنتمسح فيها أو يأخذوا لنا موعد. يعني نحن من الأسبوع الماضي لماذا يعني بالعكس دولة جارة، يعني خلينا نكون واقعيين، شأنها ما بين بالمنطقة. ما لنا مضطرين إلا إذا كان بدنا نحقق السلام ونعيد أراضي لسوريا. يعني كجالية سورية ما لنا مضطرين بالمفهوم السوري. أنا عم ناقش في المفهوم السوري تبع جماعة النظام انه فلان راح زار اسرائيل، انا ماني مضطر، ما لنا مضطرين. هن عم بيركضوا ورانا الاسرائيليين في امريكا لموظفي مكاتب منظمات الجالية السورية اللي بيروحوا بيتابعوا قانون قيصر، اللي بيتابعوا الان في قانونين، قيصر 2، قانون الجوائز من اجل الابلاغ الموجود الان في الكونغرس، وقانون قيصر 2 الموجود في مجلس الشيوخ. الاسبوع الماضي كنا مع رئيس لجنه العلاقات الخارجيه السيناتور بوب مينينديز، ورئيس لجنه العلاقات الخارجيه في مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري السيد السيناتور جيمس ريتش، ومع ايمي كوترونا، ومع السيد جو ويلسون اللي هو رئيس لجنه الامن القومي في منظومه عمل اداره النواب الحزب الجمهوري المحافظين في مجلس النواب. ما لنا مضطرين لهم، يعني هن بيقول لك انه انتم صغار، لا انا بقول لك انت كشعب سوري. عفوا، الاخوان المسلمون في هناك معلومات مؤكده، يعني ان لم يعني 99% مثل الانتخابات العربيه مؤكد انه بعض قيادات الاخوان المسلمين زارت اسرائيل، وليس عيبا يعني ذلك، اذا يعني مثل ما تفضلت اذا كان لاجل اقرار السلام في المنطقه. كفانا حروبا، يعني خلينا نكون واقعيين. نعم، هذا بيصير وقت اللي بيكون في تمثيل. يعني انت مثلا اما باحث فهذا حقك، اما مثلا اعلامي لتعمل مقابلات فهذا اعلام، او انت ممثل لدوله كسياسي يعني كمان. لماذا ليس حق السياسي؟ هذا قلت لك، انت ممثل لدوله، هذا السياسي ممثل لدوله، ممثل لحزب الحاكم في دوله، عضو او دبلوماسي في وزاره خارجيه الدوله، فهذا من الطبيعي انه انت تعمل من اجل ان تحقق وتعظم الفائده للبلد الذي انت تعمل لصالحه، سواء في الوزاره او في الحزب الحاكم او في الدبلوماسيه في السفاره، فهذا شيء طبيعي. لكن كافراد، هلا لا احكي لك مثلا هي كمان اللي تفاجئنا فيها في الجاليه السوريه الامريكيه. نحن في عندنا كتله ذهبت لكن من السوريين تطلع بطيارتها، يعني صحبه مع نتنياهو، بيروحوا بيلتقوا مع رئيس الوزراء الاسرائيلي، فهن ما لهم اكلين همه، هو اكل بده رضاهم، لانه مكاتبهم في الاعلام موجودين في تل ابيب وفي دمشق عن نظام بشار الاسد. هو نفس الشخص هذا عنده مكتب وبيروح بيلتقي مع بشار الاسد ومع زوجته على العشاء في منزلهم، هذا هو اللي حكى بالجلسه.
وهناك حكي انه حتى نصر الله كمان يعني على علاقه وطيده، وعنده مكتب في لبنان، هو عنده مكتب في لبنان وحصه في صحيفه لبنانيه نفس الشخص. تمام ما يقعدوا يزاودوا، يعني هذا سوري، فما بحاجه، هن بحاجتنا ليخرجوا من هالازمه اللي وقعانين فيها داخل هذه المنطقه الصغيره اللي ما كلها عرضها 24 كيلومتر تمشيها انت خلال كم ساعه من الحدود السوريه بتصير بالبحر المتوسط. فالمنطقه كلها يفترض تعيش بسلام، الشعوب تعيد كل حقوقها المغتصبه وتنطلق نحو بناء دوله ومجتمع مفتوح من اجل الوصول الى مستقبل افضل لكل شعوب المنطقه الموجوده فيها. استاذ خالد، في سؤال الاستاذ خالد البهلوي، استاذ ايمن عبد النور، في خالد البهلوي يسال انه هناك قوه خفيه، يعني الا تتفق معي انه هناك قوه خفيه تدير السلطه من وراء ستار خارج كل مؤسسات النظام؟ طبعا الاستاذ خالد البهلوي شخصيه طبعا عندهم مجموعه اللي يعني بالنهايه القرار مو الحكومه السوريه، مو رئيس مجلس الوزراء اللي بياخذ القرار، ولا رئيس مجلس الشعب، ولا حزب البعث. حزب البعث ما له دور نهائيا، يعني مختطف، ولا المحكمه او القضاء او لجنه المحكمه الدستوريه. في النهايه مجموعه اللي موجوده حوالي بشار الاسد هي اللي بتقرر كل شيء وبترسل الاوامر الى الاجهزه المختلفه لتنفذها، سواء مجلس الشعب، محكمه دستوريه، مجلس الوزراء، قضاء، وكله، والجيش او الامن. صحيح. استاذ ايمن عبد النور، يعني ضيفنا الاخر لم يستطع الدخول، استاذ جلال كاساني، فتعبناك. بعرف سؤالي ما قبل الاخير يتعلق برؤيتك كايمن عبد النور للقضيه الكرديه في سوريا، للكرد عامه. يعني كرد شعب يتجاوز 60 مليون، موزع وطنهم بين 4 دول وكلها تتفق على إبادة الكرد. يعني أليس من حق الكرد أن يكون لهم وطنا دولة مثل أي بقية شعوب العالم؟ يعني وتحديدا رؤيتك للقضية الكردية في سوريا. يعني هلا كل المنطقة بكل مكوناتها كل منها مهما اختلف اسمها وقع عليه جزء من الظلم في نسب مختلفة بسبب الدول العظمى في كل تاريخ، اللي كانت عظمى ب 1900 غير اللي كانت عظمى بال 1700 غير اللي الآن عظمى في 2020. وامبراطورية ميديا كانت كالأمريكا عظمى آنذاك، أكبر إمبراطورية كردية للميديين، يعني وبالتاريخ حتى موجودة بالإنجيل، يعني بأشعيا بالتوراة موجودة يعني عن الميديين. تفضل. فالقوى العظمى اللي كانت بال 1900 وقعدوا ممثلينها قسموا وفقا لمصالحهم على الخريطة كأنه ما في شعوب، ما في ناس، ما في أعراق، ما في إثنيات، قسموا حطوا هاي الخريطة هون بتشقف هيك، بعدين تخانقوا، لا خذ انت الموصل، اعطيني الجنوب اللبناني، خذ لي القضاءات من سوريا حطهم في لبنان، طلع لي هي لفوق، شق لي الاردن، حط لي على يمين النهر، على يسار النهر دولة ثانية، جيب لي وعد بلفور. يعني بعدم احترام لأي من إنسانية البشر، الشعب، الناس الموجودين، صار في مجازر وقتل لملايين من الشعوب اللي كانت سامقة في المنطقة، من سريان، من أرمن، من تقسيم، من تقطيع. شيء مرعب اللي جرى في المنطقة، الكل وقع عليه ظلم. لازم يكون حقيقة في حل سياسي لهذه الشعوب المنطقة، تقعد تلاقي حل. الحل لن يكون بكل مكون لحاله، لأنه ما بتزبط، بده يكون في حل سياسي. خاصة خلينا نحكي على حجمنا السوريين، كسوريين نحن نؤمن أنه السوريين كل من يحمل هوية سورية أو يستحق أن يحمل الهوية السورية، لأنه في ناس منعوا وهن مستحق أن يكون عندهم هوية سورية، ممنوعين أنه يأخذوها. في ناس سكان أصليين يعني قبل وجود سوريا يعني. نعم ما عندهم هوية. فإذا هدول اللي معهم الهوية والمستحقين أن يحصلوا على الهوية السورية، هدول بحق لهم يقرروا مشروع سوري ضمن حدوده الجغرافية المعترف عليها دوليا، لا أصغر ولا أكبر. يعني نحن نرفض أن يأتي واحد يقول بدنا نتحد مع أخونا في باكستان لأنه عنده نفس ديننا، أو نتحد مع ما بعرف ناس في دولة أخرى لأنه نفس مذهبنا. ما بتزبط. سوريا بس للأسف النظام
والمعارضات كلها يعني، وخاصة الائتلاف المرتزق التابع لتركيا، يرفضون حينما يتفقون مع بعض مع النظام في رفض أي حل لسوريا تكون فيها تكون حتى غير عربية، يعني تغيير اسم الجمهورية العربية السورية، يعني اتفاق فقط على حقوق الكرد. الكرد لا يطالبون، يعتبرون الفيدرالية هي الحد الأدنى من حقوقهم القومية في سوريا. فالفيدرالية نظام عالمي، يعني لماذا يرفض من قبل كافة المعارضة والنظام يعني؟ نعم صحيح. يعني في تجارب حتى عند العرب، يعني مثلا مثل دولة الإمارات اللي هي 7 إمارات، أيضا هذا النظام واضح فيه. بأوروبا في ألمانيا، سويسرا، بالولايات المتحدة 50 ولاية. فإذا هذا النظام من إنه المكونات أو مناطق، لكن ما يكون على خط مثل ما سماه نسيت اسمه والله الكاتب الأمريكي، خط الدم، يعني خط عرق واحد صافي أو دين واحد أو مذهب واحد. ما بتزبط دول هيك. يعني حتى في إسرائيل يعني بدأت تتغير طبيعة أو هوية أنه هي دولة يهودية، فقط يهود اللي بيحق لهم يكونوا مواطنين في إسرائيل. فضمن هذا القصة السوريين بدهم يجتمعوا، بده يكون في مؤتمر وطني يضم الجميع، ما في استثناء لأحد، الجميع كلهم بالكامل ممثل حقيقي، مو تمثيل مثل ما الآن النظام كيف ذكرت بيجيب كردي تابع له بيحطه وزير دولة بيقول لكم هاي الأكراد ممثلين. هذا الحكي ما بقى يمشي. أو بيجيب بنت بيقول حطيتها نائب رئيس جمهورية هي نجاح العطار، معناتها أوضاع النساء كلها بخير. غير صحيح هذا الكذب. بس رغم ذلك يا أستاذ أيمن، عفوا، رغم ذلك يعني إذا لم يصير عقد اجتماعي جديد، اتفاق مسبق، طبعا إذا أخذنا نسبة بالانتخاب أكيد سيكون يعني سيرفض النظام الفيدرالي لأنه العرب أكثرية، خلينا نكون واقعيين يعني. لا ولكن سوريا الجديد ما في انتخابات لازم توافق تماما. التوافق مثل ما انت حكيت عقد اجتماعي في مواد فوق دستوريه اللي هي بتكون بالمقدمه الدستور، اللي هي تبقى لاي تعديل دستوري لاحقا في المستقبل هي ملزمه، بيتفقوا عليها. عقد اجتماعي يصيغ رؤيه السوريين كلهم بالكامل للمستقبل، كيف بيروا يعيشوا مع بعض، كيف شكل الدوله، كيف شكل نظام الحكم، كيف توجه اقتصادها، هل هو اقتصاد اشتراكي، هل هو اقتصاد سوق اجتماعي، ام اقتصاد ليبرالي حر بالكامل، هل هو نظام برلماني، نظام رئاسي، نظام مختلط، هل هي دولة مدنية، دولة ديمقراطية، دولة ديكتاتورية، دولة العسكر له دور مثل مصر، مثل إيران. العسكر بالدستور له حقوق وقوة دستورية وشبه مستقل في مصر، يعني عنده مؤسساته الكاملة اللي ما تتدخل فيها، ومؤسساته واقتصاده ومصانعه وكاملا مثل الحرس الثوري في إيران. ففي مئات الأشكال. هل شكله إدارة ذاتية موسعة؟ ما هي صلاحيات الأقاليم؟ طرحت فكرة الأمم المتحدة، طرحت فكرة أن يكون سوريا 7 أقاليم بدلا من المحافظات 15 أو 14 على حسب إذا بنقول دمشق ريف دمشق، حلب ريف حلب. وبالتالي إما أقاليم إما فيدرالية. ما هي الصلاحيات؟ كيف سيادة البلد على أرضه وثرواته وجوه وحدوده؟ كل من يسيطر على الجيش؟ كيف بيكون الجيش ممثل في يعني النقد، الباسبور؟ كل هذه القضايا يجب أن تتفق عليها مكونات الشعب في سوريا كلها بالتوافق، وبعد ذلك يتم إعطاء الأمر من خلال هذه النقاط العليا اللي هي فوق دستورية، يتم صياغة وكتابة دستور يتوافق معها وغير قابل يعني للتعديل. يصير في تعديل لكن بما يتطابق مع نفس روحية مقدمة الدستور. أنت أستاذ أيمن عبد النور لك شعبية كبيرة، يعني يتابعك 1.5 مليون، ولك ثقل جماهيري كما ثقل سياسي في المعارضة يعني. لماذا أنت والأشخاص المؤمنين في النظام الفيدرالي، لماذا ليس لكم قوة بحيث توقف هذه المهازل أو ما تسمى بالمعارضات اللي معترفة بدوليا؟ وأنت في أمريكا وتكتب في كبريات الصحافة الأمريكية، وأمريكا صاحبة الكلمة الأولى والأخيرة في سوريا. لماذا معتبرة سلة هالمعارضات المرتزقة يعني معتمدة عندهم؟
نعم، يعني حقيقة حتى ما يعني أنا كتبت في عديد من المقالات أنه لازم يكون في حل يشمل كل مكونات الشعب السوري، وأهلنا الأكراد هن مكون أساسي ومعروف في من الشعب في سوريا. أنا عشت في تلك المنطقة لحديت صف العاشر، وبالتالي لفترة طويلة جدا، يعني في الابتدائي والإعدادي وصف العاشر في الثانوي. والدي كان نقيب أطباء محافظة الحسكة ومدير الصحة في الحسكة ل 15 سنة، وبالتالي نعرف كل يعني المنطقة بكل مكونات. أصحابي في المدرسة هن من المكونات العربية، من أهلنا الأكراد اللي في تواصل معهم حتى الآن، أصدقائي من أيام المدرسة، وهن بالتالي دائما بيكونوا أغلى من اللي بتبنيهم في المراحل اللاحقة بعد ما تكبر وتتخرج من الجامعة وبتصير في أماكن العمل أو في أماكن السفر في المغتربات. فيعني أعرف بدقة نبض الشارع الكردي والعربي والكل في منطقة الحسكة والقامشلي كاملة. في ظلم وقع، كلنا ضد الظلم. ليش نزلت الناس ثورة؟ لأنه ضد الظلم. ليش صار في بال2004 الناس انفجرت كمان؟ لأنه أنا قصدي هل دعيتم، يعني هل أنت أحدهم، أنت مؤمن بالفيدرالية أكيد يعني أستاذ أيمن؟ يعني هلا حتى الاسم نعطي بدقة القصة، نحن ما بيهمنا الاسم. هلا مثلا الاسم الجمهورية العربية السورية، هذا يفترض يكون اسم يتم عليه التوافق. إذا ما في توافق بده يلتقى عليه توافق، ما قادرين نحن حتى اسم. أستاذ عفوا أستاذ أيمن، في نقطة أنا هلا كإنسان كردي، إذا كان مجرد إذا صار تصميم على الجمهورية العربية السورية، أنا ذاك سأمزق هويتي السورية العربية السورية. أنا كردي، فكيف بدي يعني هي من سبع المستحيل. طرحت انه في عديد من القضايا الاشكاليه. اثنين، لا اقول لك ما بيهمك الاسم. يعني هلا اذا قلنا بيهمني كيف انا اكون عربي. يعني انا كلمه عين سين كان معقدتني وانا طالب، يعني بيقول لي عربي سوري، انا هي عين سين معقدتني. نعم، بهي فيها الاسم، لكن باسم خلينا نقول الاسم له قيمه، لكن التعبير ما له قيمه. مثلا اذا قلت لك فيدراليه وتوصيفها ان تحكم كل مناطق الفيدراليات من النظام المركزي في العاصمه اللي معترف فيها، ما رجعنا فيدراليه. ايمن، لماذا مهادنه الاخوان تحديدا والبعثيين؟ الاخوان والبعثيين يلتقون بفرض ارائهم، مره بمصطلح دوله مدنيه، مره بمصطلح الا بده يحطوا اسلام والا بده يحطوا عروبه. يعني خلينا نكون واقعيين، لماذا مهادنه الاخوان والبعثيين؟ يعني هي نقطه كارثيه، يعني حتى عند المثقفين قبل ان يكونوا عند الشعب. يعني بدنا نعترف مثل ما ذكرت قبل شوي بدقه، الناس اللي نزلت على الشارع كانت شباب مثقف واعي غير عنفي. اكثريتهم كانوا من جماعات النون فايولنس، قدموا المي والورود للشرطه، لكتائب حفظ النظام، للناس اللابسين مدني، يعني الامنيين اللي كانوا عم بيأتوا على ابواب المساجد ويراقبوا كل البؤر اللي كانت تخرج منها الثوره في بداياتها. هذا الامر حقيقه تم النظام اعطاهم فرصه، بعد ذلك قام باستخدام القناصه، وهم ليسوا سوريين القناصه، وجاب القناصات من جنوب افريقيا، وتم تقصد ان يقوم بقتلهم، واستشهدوا معظمهم اذا ما قلت كلهم. وبعد ذلك تم القفز على الثوره السوريه وحرفها، ووصلت الى ما وصلت عليه الان. رفعت شعارات في بعض المناطق غريبة عجيبة غير مقبولة، رفعت في بعض المناطق الآن إلى ما وصلنا عليه من داعش والنصرة وكتائب أو فصائل ترفع شعارات غير مقبولة. مو بس عندك أخي سليمان، مو بس عندك وعند أهلنا الأكراد، عندنا كلنا، عند كل مكونات المجتمع في سوريا. تمام، أنا لا أقصد الكل، أنا ما أقصد الكل فقط. بعد ذلك تم مصادرة الرأي السياسي بسبب اللي ضرنا كثير، الاستقطابات بين الدول الإقليمية في المنطقة. نحن منا طرف، نحن قوة الجالية الآن السورية في أمريكا أنه بنشتغل مع الحزبين الديمقراطي والجمهوري. إذا طار ترامب اجى بايدن، مو معناته انه طارت القضيه السوريه، لانه نحن كنا حاطين كل قوتنا واستثمارنا المالي والوقتي مع جماعه الحزب الجمهوري. لا، نحن مع اثنين. الان نحن ايضا بنفس القوه اللي كناها مع وقت اللي كان الحاكم الحزب الجمهوري. دائما ننسق مع الحزبين، لانه نحن منا طرف ندخل في المناكفات السياسيه والخلافات السياسيه الداخليه الامريكيه، ما دخلنا.
لكن عجزنا عنه استاذ سليمان، هذا اللي بدي اوصل لك اياه، عجزنا عنه كقياده سياسيه معارضه للثوره السوريه، الا نكون طرف يتم استغلالنا واستخدامنا في مناكفات سياسيه اقليميه لسنا طرفا فيها، لا طرف ولا مستفيدين ولا تصب في مصلحتنا، ما دخلنا نحن بالقصه. عنوان حلقة اليوم بناء سوريا، قلنا شعبا وأرضا، يعني الإعلام وبناء سوريا. وأنت إعلامي، خلينا نكون واقعيين. لماذا نهادن الإخوان؟ لماذا نهادن النخبة المثقفة المرتزقة؟ لماذا نهادن البعثيين؟ يعني نخضع لمشيئتهم. خلينا نكون واقعيين، نستفيد من الآخر، يعني ليس عيبا أن نستفيد من الآخر. أنت في أمريكا النظام الفيدرالي نظام أثبت نجاحه، يعني في السويس وفي العالم المتقدم، لماذا نرفضه في عندنا في سوريا؟ يعني ما لازم يكون شيء مرفوض. التعبير لا يستورد فقط كاسم او تعبير، يستورد مع توصيفه. يعني تماما هذا ما اقصده ما سميته هلا مثل كيف الامم المتحده سميته اقاليم، انت شو بدك تسميه؟ فدراليه شرق سوريا ولا اقليم؟ اذا التعبير ما له قيمه. مثلا جمهوريه سوريا الاتحاديه اقصد مثال، ما له قيمه. شو التعبير؟ شو بيتضمن وشو الصلاحيات؟ هي القصه. يعني هلا انت اذا سميتك قائد عام للجيش في سوريا وكانت الاسم هيك التايتل شيء، يعني شيء كثير فخفخه القصه، لكن في اللي حطيت ضفت فقره، لكن رئيس الوزراء هو الذي يامر بكل ترفيعات الجيش السوري. انت صار لك قيمه كقائد عام للجيش وفخفخه واسمه لقب. اللقب ما له قيمه، التعبير ما له قيمه اذا ما قرينا توصيفات وصلاحيات ذلك اللقب. فالاتفاق لازم يكون في المؤتمر العام لكل مكونات الشعب السوري. ماذا نعني كلمة فيدرالية؟ توصيف يكون الشرفاء فيه وليس المرتزقة. هلا هذا كمان تعبير أخلاقي وليس سياسي. يعني أنا ما فيني أقول مثلا نحن واجبنا كإعلاميين، الإعلام سلاح ذو حدين، تدميري وبنائي. نحن نبني، يعني خلينا نندد بالله أخلاقي، لحتى نبني الأخلاقي. واجبنا في الإعلام نسلط الضوء على الفاسدين، على المرتزقة، على الذين استغلوا الثورة السورية من أجل أن يكنزوا الأموال في جيبهم، الذين حصلوا مصالح شخصية لهم ولعائلاتهم بسبب الثورة السورية، بغض النظر سواء كانوا سياسيين أو سموا حالهم مجتمع مدني وهن ما هم مجتمع مدني، هن مجتمع دولي ممثلين لمنظمات دولية. شلون مجتمع مدني؟ المجتمع المدني السوري معروف مين المجتمع المدني السوري. فكل هذه حقيقة الفساد اللي رباه النظام واللي كان مقصود لكي يستطيع أن يدير بسهولة المجتمع، وكل شخص عنده ملف فساد بالتالي لا يستطيع أن يخرج ضد النظام لأنه بيقول له أنت فاسد وهي ملفك موجود، فمباشرة بيرخي راسه. هذا الأمر حقيقة انتقل مع عدد من المعارضين نفس طريقة الممارسة السابقة في الإدارة بالفساد. يعني أنت كي تكون إدارتك لمنظمة أو حزب أو جمعية أو منظمة أو منصة أو هيئة أو حركة أو تيار سهل، لازم يكون أنت سامح بالفساد بتلك المؤسسة لحتى تقدر رأسا أي واحد بده يحكي أو ينتقد إدارتك أو يشيلك من رئاسة ذلك الجسم، رأسا تقول له أنت فاسد وهي أوراقك. وللأسف الشديد هذا ما دمر بنية وروعة وألق الشعب السوري والقيادة السياسية اللي يفترض تمثله بشق المعارضة. للأسف الشديد. للأسف وصلنا لنهاية الحلقة. أستاذي أنا سعدت جدا جدا معك شخصيا، و سؤالي الأخير هو ليس لي سؤال، إنما ماذا كنت تتمنى أن أسألك ولم أسألك؟ أو كلمة أخيرة لشعبنا السوري. سوريا إلى أين؟ الشعب السوري أولا بدنا نفتخر، مرت علينا عشرات الحضارات اللي عبرت منطقتنا. إذا تعلمنا من كل حضارة مرت بعض الأمور، فقط واحد أمر أو أمرين: المهارات والطبخ. لذلك أصبحنا من أكثر الشعوب، هذا شيء مو عنصري، الناس اللي ساكنين ضمن سوريا أكثر الناس مؤهلة أن تنجح في أي بلد بتروح له، في الجامعات، في المدارس، في العمل، في التدريس، في البزنس، في الإبداع، في الفن، في المسرح. يعني شعب سوري شعب عظيم، فقط أعطيه الحرية وأعطيه الفرصة كي يبدع بدل من يكون مضغوط
وتحت هذا النظام النظام المجرم القاتل اللي عم بيستغل كل الشعب السوري واللي مصادر حتى حزب البعث ومشغله عنده. لماذا ننتظر العطاء ولا نأخذها بقوة الكلمة؟ الثورة قامت كي نستطيع أن نعطي لأولادنا ولأحفادنا مستقبل هم قادرون على أن يصوغوه وأن يصلوا إليه. يجب أن نفتخر ونرفع راسنا، منا بحاجة يعني السوريين قادرين يعيدوا بناء سوريا بالتعاون مع الدول يعني الكبرى، مع المانحين الكبار، مع البنك الدولي، لكن وفق نظام غير فاسد يخلف النظام الفاسد الحالي، نظام بشار الأسد. وهذا يجب أن يكون حقيقة، وفي عديد من الطرق من أجل الوصول إلى ذلك. أيضا يجب أن يكون كل مكونات الشعب السوري تعمل معا. أملنا في المستقبل أنه الكل يأخذ حقوقه، ما يكون في حدا مظلوم، ما حدا يشعر أنه عنده مظلومية أو مغبون، وبالتالي الكل يشعر أنه فاعل وصوته واصل وممثل في منظومة الحكم الجديدة في مستقبل سوريا. هذا الشيء اللي لازم نحاول كلنا نشتغل عليه ونوصل إليه بإذن الله. نأمل ذلك. أنا جدا سعيد قضينا الوقت وظلمناك. كان المفروض أن يكون ضيفنا الآخر. وأنا منهم الشاشة وراي خضراء. قبل شوي وقت اللي كنا أنا وياك بالتجربة كان وراي ساحة الأمويين الجميلة جدا جدا. كانت ما بعرف ليش أثناء أول ما بلشنا نحكي اختفت الجرين سكرين، الشاشة الخضراء، ساحة الأمويين، لأنه ما بعرف شو اللي صار. بجوز من نأمل أن تكون سوريا كلها خضراء، تعود إلى خضراتها كمان. ندبك بالدوار، بالحسكة، وبالقامشلي، وأيضا بساحة الأمويين بدمشق، وفي كوباني السوري. وفي كوباني. أشكرك جدا جدا أستاذي الكريم أيمن عبد النور، المهندس الإعلامي. نورتنا، سعدت جدا باللقاء معك. كمان وجه التحية للأستاذ جلال كساني الذي المفروض كان يكون معنا، ولكن لضعف النت عنده، وهنا يعني وجه على الهواء مباشرة اعتذار لكل اللي حكينا معهم من ضيوفنا في سوريا بأن وجود النت يجعلنا غير مطمئنين على صلة التواصل لضعف النت عندكم. أستاذ أيمن عبد النور كمان خاطر يبدو. لا أنا لساني تماما، يعني كان خطأ بالكنترول. طبعا نشكر الكنترول اللي كانوا معنا من أول حلقة، الأستاذ عبد الباقي الحسيني رئيس الاتحاد العام للكتاب والصحفيين الكل، الأستاذة يسرى زبير الكاتبة والشاعرة الكردية المعروفة، الأستاذ الفني الجميل عبد الخان كداري، كل الشكر لهم. وكل الشكر لك على حضورك معنا أستاذ أيمن أبو النور، وكل الشكر لكم مشاهدي PFTV الأكارم، وانتظرونا في الحلقة الجديدة يوم الخميس القادم، وإلى ذلك الوقت دمتم برعاية الله. شكرا أستاذ أيمن عبد. شكرا.